بفرق مایه کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جندن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جندن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریو کی مثل ایمان و پادیمان هر اجتماع دین ایمان و پادیمان کرد و کردستان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جندن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیطان بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان بابا خوی نفسی بکن تاجی جیهان کسنه کردن برن کسنه کردن برن کرد جندن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأطيب تحية عطرة لكم أينما كنتم مشاهدي بيف تي في الأكارم. تعلمون جيدا يا أحبائي الأفاضل بأن بلدنا سوريا تعيش منذ أكثر من عقد من الزمن بحالة أزمة مأساوية شاملة على كافة الأصعدة، ومنها تعدد المؤتمرات والحوارات الداخلية والخارجية إن كانت إقليمية أو دولية وتحت مختلف الأسماء والعناوين بغية إيقاف نزيف الدم والدمار السوري الذي فقد ولأسباب عديدة حق تقرير مصيرهم ورسم شكل الدولة التي ينشرها شعبها المغلوب على أمره، والتائه بين أسماء وأهداف تلك المؤتمرات والتي شكلت جنيف أكثر وأهم لقاءاتها، وكانت آخرها وربما ليس أخيرها ذلك المؤتمر الذي عقد فيها منذ أيام قليلة تحت عنوان المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار، والذي نأمل أن يكون حقا الخطوة الأخيرة والناجحة لاستعادة السيادة والقرار الوطني السوري، وهو ما سنناقشه مع آخر مستجدات الوضع السوري مع ضيفينا الكريمين الدكتور صلاح وانلي شخصية أكاديمية وسياسية كردية دمشقية معروفة، وهو حاصل على إجازة بالطب البشري من جمهورية تشيكوسلوفاكيا السابقة، وفي نهاية عام 1980 غادر إلى هامبورغ بألمانيا وعمل الاختصاصات التالية: الجراحة العامة والجراحة البولية والجراحة الشرجية وطب العقم طبعا عند الرجال، وأسند له رئيس قسم الجراحة السرطانية البولية في جامعة كيل ورندسبورغ، ما بعرف إذا لفظته صح. وسياسيا استلم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوري المؤسس في عام 2013 ومؤسس وعضو بالمجلس الوطني السوري، وانسحب منه بعد 6 أشهر من تأسيسه، وهو عضو ومؤسس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السوري لاستعادة القرار والسيادة السورية. أهلا وسهلا بك دكتور صلاح وانلي على شاشة نورتنا. شكرا سيدي، شكرا على هذه المقدمة الجميلة
وأنا أولا أنا واحد سوري منكم. تمام، قلنا يعني هذا الدكتور نورتنا. كما نرحب باسمكم جميعا مشاهدي بيف تي في بالأستاذ ماجد القرو. ماجد القرو وهو شخصية اجتماعية وسياسية عربية معروفة من مواليد عام 1974 بمحافظة الحسكة، ويشغل رئيس المكتب السياسي للمجلس الوطني السوري بالمنطقة الشرقية، وعضو المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار. أهلا وسهلا أستاذ ماجد القرو، صديقي وأخي العزيز. أهلا بكم، ويشرفني أكون ضيافتك دكتور صلاح والي. كل الشرف. شكرا جزيلا. طبعا احب ان انوه الى ملاحظه، يعني كثيرين قالوا لي سليمان قرو وماجد القرو ما لقيت الا اخوك. طبعا نحن لسنا اخوه بالنسب، ولكننا اخوه بالانسانيه واخوه بالوطنيه واخوه بالسوريه التي ننشدها جميعا. ضيوفي الكرام ومشاهدي بيف تي في، لابد ان نشكر من هم وراء الستار بالكنترول، الاستاذ عبد الباقي الحسيني، وهو رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، والأستاذ الشاعر الجميل الكبير عبدال، لهم منا جزيل الشكر. دكتور صلاح، سنبدأ معك. حبذا لو بداية نعرف مشاهدينا وشعبنا السوري عن دواعي وأسباب ومكان عقد مؤتمركم هذا، وآلية اختيار أعضائه ورعاته، وخاصة المالي والسياسي. تفضل دكتور صلاح. أول شيء أشكرك لإتاحة الفرصة أن أكون اليوم ضيف على برنامجكم، وأكون مع صديقي وزميلي الأستاذ ماجد قرو الذي أكن له كل الاحترام والتقدير. أستاذ سليمان، نحن بالواقع بعد 8 سنوات من التشرد لشعبنا السوري والقهر والتهجير القسري وعدم إيجاد حلول سياسية، مع أنه القرارات الدولية موجودة سابقا بالقرار 2/11/8 و2/2/5/4، وطبعا جنيف 1 اللي يدعي يسمى بجنيف 1 ولكن هو جنيف 2012. كانت هذه البيانات والقرارات واضحة للحل السوري. للأسف بسبب تدخل الدول الكثيرة في الشأن السوري أصبح السوريين بلا قرار، ودخل إلى بلدنا الحبيب سوريا 5 جيوش متواجدة على الأرض السورية: الجيش الأمريكي والروسي والتركي والحشد الشعبي وحزب الله وجيوش أخرى لا نعلم، والإيراني طبعا، الحشد الشعبي والإيراني. فجيوش كثيرة موجودة، ولذلك فقدنا كل شيء بما يسمى السيادة، وفقدنا قرارنا كذلك في عمل مؤتمرات. بالواقع اجتمعنا ثلة من الوطنيين الأحرار، وكانت نقاشات كثيرة في غرفة أذكرها غرفة سوريا فوق الجميع. بالواقع لهم الشكر بهذا التقدم بهذا العمل، وكنا نتناقش فيها. وبعد ذلك شكلت لجنة من 17 شخص سميت الكتلة الصلبة، وكان معنا كثير من الشخصيات الوطنية العزيزة والمحببة ولا غبار عليها في مواقفها الوطنية. اجتمعنا وقررنا عمل شيء لشعبنا، وأخذنا في العمل إلى أن أصبح عدد اللجنة التحضيرية 27 عضو في العمل، واجتماعات كانت أسبوعية وأحيانا 2 و3 مرات في الأسبوع لتداول الأفكار ووضع. كان البناء الأساسي للمؤتمر السوري لاستعادة السيادة والقرار هو القرار الأممي 2/2/5/4/2/11/8 وجنيف 1. قمنا بشرح هذه القرارات، ماذا تعني هذه القرارات، وأردنا أن نخرج بمؤتمر لندعو الجميع المهتمين في الأمر السوري وأصحاب القرار في الأمر السوري، نقول لهم هذه هي قراراتكم، نفذوا هذه القرارات بإنشاء هيئة حكم انتقالي
هذا هيئة الحكم الانتقالي تقوم بعد ذلك في العملية الإصلاح الدستوري، وبعد ذلك في بعد استتاب الأمن في البلاد بعمل مجلس وطني أو مجلس عسكري. بقصد أنا قصدت مجلس عسكري لسحب السلاح وتأمين الأمن في البلاد. يقوم هناك العملية الانتخابية بالترشيحات لجميع القوى السياسية الموجودة ببناء دولة بديمقراطية تعتمد على القانون، تحترم القانون ويحترم الإنسان السوري. هذا ما فكرنا فيه، والواقع قدمنا الأوراق، وأظن الأوراق عندكم طبعناها للجميع، وكل إنسان يستطيع الحصول عليها. وفي كان القرار أن يكون هذا المؤتمر في 17 نيسان لرمزية اليوم، يوم الاستقلال، ولكن بسبب جائحة كورونا اضطررنا إلى تأجيل هذا الموعد لمدة عام ونصف. دكتور، آلية اختيار من دعوتم إلى المؤتمر، اختيار أعضاء المؤتمر، لماذا هناك شخصيات تم تجاهلها يعني؟ والله أبدا سيدي، نحن بالواقع اعتمدنا على أعضاء اللجنة التحضيرية في دعوة السوريين. يعني نحن لم نضع فيتو على أي إنسان سوري، كل من كان يقدم نفسه للحضور أو المشاركة دعيناه وأرسلنا له دعوة للمشاركة الفيزيائية أو الإلكترونية. وكان الموضوع كان محدد بالواقع. عندنا كان مشاكل في موضوع العدد. بتعرفوا أنه بسبب جائحة كورونا منع الاجتماعات لأكثر من شخصين، بعد ذلك ليش 10، بعد ذلك صار 50، وسمح لنا بعدد 100، وبعد ذلك تراجعوا إلى 80. فلذلك يعني جائحة كورونا كانت هي السبب الرئيسي في تحديد عدد الموجودين فيزيائيا في المؤتمر. وحسب معلوماتي بأنه كان هناك عن طريق الفيرتوال، عن طريق الإلكتروني 380 طلب للمشاركة، وأعطي وسمع أو أعطيناهم الإجابة بنعم للمشاركة. لم يكن هناك، أنا بعيد رد هذه الكلمة، لم يكن هناك فيتو لأي شخص سوري. طالما هو سوري فهو مدعو لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر عملناه لجميع السوريين بجميع مكوناتهم، لم نكن هناك أي حاجة عن أي إنسان يقدم طلب المشاركة في هذا المؤتمر ليكون عضو في دكتور، رعاة السياسيين والماليين مين هم؟ هل كانت هناك قوة دولية مثلا إقليمية حاضرة أم أمم متحدة؟ ومن مول المؤتمر؟ أبدا سيدي الكريم، نتيجة أنا رجل سياسي في شمال ألمانيا، ونتيجة علاقاتي واتصالاتي دائما مع الدول دائما كانت تذكر لي من أنتم، يعني من أنتم حتى تتكلموا في الشأن السوري. هناك في الائتلاف، المجلس نام، هيئة التفاوض حلت، يعني اللجنة الدستورية فشلت، فمن أنتم؟ يعني عندما أتكلم أنا مع كوميسار الخارجية للاتحاد الأوروبي بيسألني، يعني بغض عن شخصيتي أنا كشخص في شمال ألمانيا سياسي، يعني عندما أتكلم في الشأن السوري من أنا في الشأن. فلذلك كان المفروض أن نكون صفة رسمية لعمل لتحريك الأزمة السورية. أما فلذلك الموضوع الدول لم يكن هناك أي دولة دعمت أو شاركت. وحتى نحن يعني لنزاهة هذا المؤتمر قررنا أن لا ندعو أي سفير لعمل افتتاح في فترة افتتاح المؤتمر أي قوى أو دولة أجنبية، واختصرنا خوفا من أن يحضر السفير ولا يحضر الثاني ويقول عن هذا المؤتمر بأنه هذا تابع إلى هذه الدولة أو هذه الدولة. وقررنا أن يكون هناك الاتصالات بعد الانتخابات، ومسؤولية المكتب التنفيذي أو المكتب الرئاسي في الاتصال في الحكومات وفي سفارات الدول صاحبة الشأن. أما في الموضوع التمويل المالي فأقول بأنه تمويل سوري بحت من 3 أشخاص قاموا في تمويل هذا المؤتمر، ولم يخرج عن هؤلاء ال3 وهم سوريين، جميعهم سوريين. هناك من قال لي أن عزمي بشارة وراءه ماديا. طبعا أنا أنقل فقط، هذا استفسار يعني
يا سيدي عزمي بشارة إنسان نحترمه وهو رجل مفكر بلا شك، قد أتفق معه في أشياء وأختلف معه، ولكن ليس له أي علاقة في هذا المؤتمر، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يكن هناك اتصال مع الأستاذ عزمي بشارة. أنا أحترمه، بالعكس أحترمه لعزمي بشارة إنسان مفكر ومفكر عربي، قد يكون في هناك بعض الاختلاف في طريقة التفكير، ولكن لا أنكر له الفكر لعزمي بشارة، ولكن لم يكن له أي تأثير أو مشاركة أو دعم لهذا المؤتمر. يعني دكتور شكرا للتوضيح. طبعا نحن كإعلام غايتنا نوضح الحقائق إن كانت سيدي الكريم أستاذ سليمان، الآن لا يوجد هناك، سأكون شفاف أكثر، من مول هذا المؤتمر 3 أشخاص، واحد آشوري سرياني وواحد كردي وواحد عربي. تنوع ما شاء الله، يعني عاملين حتى بالتمويل تنوع، شيء جميل. صحيح. هذا ما سننقله هذا إلى الشرف أستاذ ماجد لنا أن يكون جميع السوريين مشاركين في هذا التمويل. هذا ما سننقله إلى أستاذ ماجد القرو مرة ثانية. أهلا وسهلا بك صديقي وأخي العزيز أستاذ ماجد، نورتنا مرة أخرى شاشة بيت تي في. الصوت من عندك أستاذ ماجد، الصوت أنت عامل. تحياتي لك أستاذ جمال، وتحياتي للدكتور، تحياتي لكل المستمعين. أستاذ ماجد، إذا لك تعليق أو إضافة على ما قاله الدكتور أولا، ثم ثم سؤالي لماذا لم تتفقوا؟ وخاصة هناك عدد كبير من المنسحبين، يعني هناك من قال 96 شخصية من المنسحبين وقعوا. أول شيء عندي تعليق على كلام الدكتور. أولا الدكتور يقصد الأشخاص الممولين الثلاثة هم مولوا قاعة الاجتماعات، أمور من الطعام للموجودين، ولكن أغلب اللي حضروا للمؤتمر أبدوا حضورهم، وكان من الأساس معروف أنه اللي يحضر هذا المؤتمر يحضر على نفقته الخاصة، وهذا يعتبر كدعم من المشاركين للمؤتمر في إنجاح هذا المؤتمر. أنا أشكر الدكتور صلاح اللي خفف بعض العبء عن المشاركين في المؤتمر بإيجاد بعض الشخصيات السورية واللي اختاروا يكون حالة جيدة جدا، حالة وطنية، واحد آشوري واحد كردي واحد عربي، يعني هذا انعكاس لا شك جميعنا كسوريين وطنيين جدا بامتياز، ولكن أحيانا نختلف في إيصال وجهات نظرنا للآخرين. هذا بما يخصه. وأنا أثني على كلام الدكتور فيما طرحه من أمور، أنه نحن السوريين في غياب مشروع سوري حقيقي يوصل الفكر السوري بالشكل الصحيح، لجأنا لتشكيل هذا المؤتمر. طبعا مو تشكيل هذا المؤتمر، الاجتماع والعمل لإنجاح هذا المؤتمر. هذا بما يخص كلام الدكتور، وأنا لا أزيد على كلام الدكتور. هو له الجهود الكبيرة جدا في عقد هذا المؤتمر. أما بخصوص سؤالك اللي أنت ذكرت، أنه لماذا لم تتفقوا؟ طبعا عدم اتفاق، يعني انسحاب 96 شخصية، يعني عدم اتفاق معنا على رؤية. أول شيء احنا اتفقنا على أن يكون هذا المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار. نحن متفقين على هذا العنوان، ولم ينسحب أحد من هذا المؤتمر بيكون هذا المؤتمر لكل السوريين، ولكن يوجد اجتماعات كثيرة لأطراف من اجتمعوا لهذا المؤتمر ومناقشة وجهات نظرهم لتطويره للأفضل، ولم ينسحب أحد من هذا المؤتمر، ولكن في وجهات نظر مختلفة ضمن الموجودين في المؤتمر. لهذا السبب حالة ديمقراطية جدا أن يختلفوا على بعض النقاط ويعمل الجميع لتطويرها وإيصالها بشكل الصحيح. مثل ما تفضل الدكتور، أنه لم نسعى أن ندعو الآخرين حتى يقولوا السوريين اجتمعوا، لكن اجتمع السوريين كي يقولوا للجميع نحن موجودين في مشروع سوري يمثل السوريين،
وطبعا الشيء المهم جدا انه هذا المؤتمر ارسل رساله للجميع السوريين بكل اطيافهم وانتماءاتهم وارائهم. سوريا بحاجه لجهود كل السوريين للخلاص من ما نحن فيه من حاله تشرذم وقيام مشروع سياسي بديل لما هو موجود في الداخل. علينا ان نتفق على ما هو ممكن ومتاح وممكن ان يطبق على الارض السوريه. نحن اذا كنا ماجد، هون في اسره البرنامج في زملاء بالبي تي في عم يسالوك انه كانت الدعوات الى مؤتمر مزاجيه، هل هذا صحيح؟ لا، لم تكن مزاجيه، ولكن الدكتور تطرق لهذا الموضوع، ولكن كان في ضغوط كبيره جدا بالدوله المضيفه، وكان كثير من الشخصيات اللي لم تحضر المؤتمر وهي كانت مهمه ممكن لعده اسباب خاصه فيهم. اللجنه التحضيريه حاولت ان تجمع اكبر عدد، وكان معد ان تكون 500 شخصيه بحضور فيزيائي، ولكن الظروف اللي سببتها الجائحه منعت الكثير. والظروف اللي عقد فيها المؤتمر وجود 80 شخصيه او ما يقارب 90 شخصيه فيزيائيا و300 شخصيه عبر التواصل، شيء مهم جدا. اتفق السوريين على البدء بالخطوه الاولى. الخطوه الاولى مهمه جدا. هؤلاء اللي بداوا الامانه العامه اللي تشكلت عن المؤتمر هي تمثل كل المؤتمرين، هي تمثل هذا المؤتمر كلياته، يعني المؤتمر الوطني السوري لاستعاده السياده والقرار. من تم انتخابهم هم يمثلون راي الاغلبيه، وهي حاله ديمقراطيه اكيد، والحاله الديمقراطيه يقبل بها الجميع. ان لم اقبل احد الاشخاص فهو انتخب ديمقراطيا، وسوف اكون عامل مساعد لانجاح مساعيه بشكل كامل. هناك كمان استاذ ماجد، هناك من يقول كان صوت الاستاذ هيثم مناع هو الضغط الهائل هو سبب الانسحاب. ما تعليقك على هذه النقطه؟ هلا اولا الدكتور هيثم مناع رجل لم يرشح نفسه للانتخابات، ممكن في عنده كتله او اشخاص اخرين، ولكن الدكتور هيثم مناع قد نتفق معه في بعض النقاط ونختلف على واختلافنا معه في وجهات النظر. ومن هو حريص على سوريا يجب ان يقلب مصلحه الوطن على المصالح الاخرى. واتوقع في جهود الدكتور صلاح وجهود الاشخاص اللي حريصين على ان يكون عملنا له نتائج ايجابيه، هاي الامور سوف تكون سهله كثير. الان نأمل ذلك، ولكن اذا يعني كعاده السوريين انه لازم يكون نهايه اي مؤتمر هو الفشل. للاسف هذا هو من 10 سنوات حظنا البائس يعني كسوريين عامه. دكتور استاذ سليمان، اولا لم يكن فاشل، هذا المؤتمر الوحيد اللي ارسل خطاب لكل القوى السياسيه ان كانت في المعارضه. انا اقصد الفشل بالتاثير على الراي العام العالمي، بتاثير على الداخل السوري. ما كان هدفنا ان نخرج بحاله اعلاميه وحاله مؤثره او شعارات. كان هدفنا الاول تاسيس الخطوه الاولى ومن ثم الانطلاق لنلمس شمل المعارضه في الخارج والتواصل مع من هو موجود في الداخل بشكل صحيح. وهذا كان هدف المؤتمر. والمؤتمر كما تفضل الدكتور لا يوجد عنده فيتو على اي شخصيه سوريه. عدونا الاول والاخير من اجلهم في حق السوريين من الموالاه ومن المعارضه ومن كل هو موجود على الارض السوريه. الان اذا عملنا بشكل صحيح سوف نلام ونحارب، وهذا ما يحصل الان. ولكن نحن لن نتهاون لانه مؤمنين بهذا الفكر وهذا المؤتمر. واتمنى انه الدكتور صلاح هو يشرح لنا. هذا ما سنسأل الدكتور صلاح. هل اتفقتم على سيناريو او آلية محددة لوقف نزيف الدم والدمار السوري وبناء شكل الدولة والدستور سوريا التي تنشدونها؟ وهل سيتم أو سيلقى مؤتمركم دعما داخليا وإقليميا ودوليا؟ نأتي بجديد
أنا أول شيء للتوضيح، أنا أشكر الأستاذ ماجد للتوضيح. بالواقع المؤتمر مو المؤتمر فقط لصالة الحجز المؤتمر وللطعام. بالواقع يعني كنا متقشفين جدا في موضوع التمويل، وأشكر الأستاذ ماجد للتنويه بأنه بالواقع أتوا الناس على حسابهم الخاص ولم يكن هناك تمويل بالمعنى التمويل. يعني قد يكون هناك بعض الطلاب الذي دفعت لهم غرفة النوم، ولكن لا أكثر. بالنسبة سيدي، بالنسبة للموضوع نحن لم نأتي بجديد. المؤتمر قائم على القرارات الأممية، القرارات الدولية التي وافق عليها الجميع. النظام وافق عليه، والمعارض وافق عليه، والامريكان والروس وحتى الصين وافق عليه، والصومال وافق عليه كمان هذا القرار. فالقرار لم ناتي بجديد. نحن نريد اعاده اللحمه الوطنيه والهويه السوريه. يعني عندما نعود، وذكرنا طبعا نحن في ضمن اوراق المؤتمر وضعنا افكار للحلول السوريه. يعني نحن قدمنا 105 اوراق في الموضوع التعليم، في موضوع الجيش، في موضوع الأمن، في موضوع المواطنة، في موضوع الهوية السورية. يعني قدمنا كثير من الأوراق، وأظن كل سوري حر عندما يقرأ هذه الأوراق سيكون مؤمن بهذا المؤتمر. نقطة ثانية أنا أعيد يعني نحن يعني قد يكون هناك خلافات، وهذه خلافات أكيد تحصل في كل دول العالم، في كل برلمان يحصل هناك خلافات في بعض النقاط. وأعتقد بأن هناك خلافات بسبب التقنية والأعمال التقنية، ولا يوجد هناك خلاف على الجوهر الأساسي لأوراق المؤتمر. نحن متفقين جميعا على هذه الأوراق، وهي أوراق تمثلني. التقنية تقصد دكتور التقنية أنه كل سوري بده يكون رئيس لسوريا، يعني كلهم أنا وما بعضي طوفان، هي حالة السوريين، يعني أنه أنا. لا يا سيدي، يا سيدي، السوريين عندما كانت أنا أذكر لأقصد أصدقائي وزملائي. لا أقصد يعني ما شاء الله أحزاب وهيك شغلة كلهم بدهم أنا. السيد الكريم، عندما كانت الديمقراطية فاعلة في سوريا في نهاية الأربعينيات وفي الخمسينيات من القرن الماضي، لم تكن هذه الديمقراطية موجودة لا في فرنسا ولا في ألمانيا. وهذه حقيقة صادقة. أنا أذكر لزملائي في البرلمان في الألماني أقول في الخمسينات لم تكن أنتم كنتم محكومين، ولم يكن هناك ديمقراطية. عندنا كانت ديمقراطية. فنحن السوري ليس بعيد عليه الديمقراطية. علينا الأنظمة سيدي الكريم، الأنظمة الديكتاتورية التي جاءت إلى هذه البلاد. وأنا أعتبر أن هذه البلاد انتهاء الديمقراطية من 58 انتهت الديمقراطية في بلادنا، عادت إلى ديكتاتوريات حكموا سوريا، وخاصة في موضوع تأليه الرئيس وتأليه الحزب الحاكم. يا أخي طيب، ما في غير هذا الرئيس، ما في غير هذا الحزب الحاكم. يعني في جميع دول العالم علينا أن نكون يعني الاختلاف الرأي هو قوة لهذا الوطن. يعني عندما تجلس أنت مع اليميني واليساري وتتناقش وتتحاور وتأتي الأفكار تتنور يا أخي في الأفضل لشعبك ولأهلك في الوطن. فلذلك يعني الموضوع موضوع كل واحد سوري. لا يا سيدي، احنا كنا سوريين. دكتور صلاح، أذكر والدكم المرحوم هو يمكن هو الشخص السوري الوحيد اللي رفض يكون وزيرا في الحقبة البعثية والأسدية. ماذا بقى الكل كانوا بدهم هيك متلهفين على شيء منصب. كان طبعا هو واثق وله مقولة أنه كان واثق أنه هذا الحكم الفاسد ما ممكن إصلاحه، لذلك رفض. يمكن هو الوحيد هو الوحيد السوري الوحيد اللي رفض المنصب. يا سيدي والله صدقت. عندما طلب منه عدة مرات أن يكون في الحكومات المتتابعة في سوريا، وطلب منه حتى محافظ دمشق كان يرفض دائما. وعندما سألته أنه ليش يا أخي كل الناس عم تشتغل، فقال لي هذا سيحاسب كل من يعمل مع هذا النظام، سيحاسب في هذا. فلذلك يعني الناس يا أخي معاني الناس كانت بعيدة النظر في كثير من الأمور، ولكن كل إنسان له إمكانياته. يعني في ناس لا تملك هذه الإمكانيات، فلذلك لا تستطيع الابتعاد عن الخط المرسوم. أنا بعرف وزير من الوزراء
وصديقي الزلمه عين وزير ولم يعلم بانه هو معين وزير في عهد حافظ الاسد. وعندما اراد الاستقاله سال صديق له في المخابرات قال له اوعى تساوي هيك شيء والله بينقطع راسك. فالدخول للوزاره مو بكيفك والخروج منها كمان مو بكيفك صار في العهد السابق. على كل حال نحن نأمل يا سيدي، نحن نأمل أن يعني ضمن الأوراق المؤتمر أستاذ سليمان إذا قرأت عليه وجدنا حلول لكثير من الأمور في موضوع، حتى في الموضوع المختلفين عليه نحن الآن في موضوع الفيدرالية واللامركزية. نحن وضعنا اللامركزية الإدارية والثقافية والاقتصادية في هذا، وهي أكثر بكثير من هذا السؤال لحال دكتور، هذا السؤال لحال خاص، أنا محضر لك هذا السؤال. بس فقط دكتور يعني أنه يعني أنتم قلتم لم تأتوا بجديد، ولكن هل ستستطيعون وقف نزيف الدم أو التقليل من نزيف الدم السوري والدم والدمار السوري ولو قليلا يعني، ويكون ذلك هو الجديد؟ سيدي الكريم، نحن بالواقع لم نأتي في جديد فيما يختص القرارات الأممية، ولكن جئنا في جديد أن نحن استطعنا أن نأخذ قرارنا، استعدنا قرارنا. نحن اجتمعنا في جنيف 90 شخص، وعن طريق الإنترنت حسب معلوماتي في 100 أو 120 شخص، يعني كنا قادرين على الاجتماع كسوريين، وهذه إعادة القرار لنا. أما السيادة فنحتاج إلى وقت، سنستعيد السيادة. سوريا جاءها الكثير، جاءها المغول وجاءها الروم وجاءها الفرس وجاءها الصليبي وفي النهاية ذهبوا ضحوا جميعا وبقينا نحن أهل الأرض أصحاب دكتور، الأرض. وما قصة غرفة إنقاذ المؤتمر؟ سيدي هذا شيء طبيعي، انه هذا مولود وطني. علينا ان نفكر في كيف نستطيع انقاذ هذا المولود. يعني في هناك خلافات، حدثت خلافات قد تكون هي شخصية وقد تكون تقنية بالواقع، ولا خلاف على يعني في الأشخاص. نحن السوريين نختلف يا أخي، كذلك الأمريكي يختلف والروسي يختلف والألماني يختلف مع زميله الآخر في الوطن في بعض الأمور. وهناك أمور يجب أن تحل، هناك كثير من الأمور يجب أن تحل، وأظن أنا متأكد بأنه نستطيع حلها إذا أعدنا العقل لنا في ترجيح الأمور ولحل هذه الأمور، ولا نبقى متحجرين. التحجر في القرار في مواقفنا لن يساعدنا ويساعد أهلنا في الوطن. يا أخي نحن عملنا من أجل الوطن. يعني أنا لا تأخذني، أنا مقيم في ألمانيا من 42 عام، زائد 7 سنوات في تشيكوسلوفاكيا، 49 عام أنا مقيم خارج، مهاجر. أنا هل سأعود إلى دمشق؟ هل سأعود إلى سوريا؟ لا يا سيدي، لن أكون. ولكن أنا أنظر أن أزور بلدي وأشاهد أولاد بلدي في سعادة، في رفاهية، في تحت ظلال دولة القانون، دولة المساواة. هذا ما أطمع إليه أن يكون في بلدي يا أخي. دكتور، في أستاذ خليل كادار عم بيسألك أنه لقد بات واضحا بعد عقد من الزمن في المقتل السورية وكل القرار الوطني السوري مرهون لدول وقوى خارجية، وبات التدليس وسمة مرحلة سورية وبقيادة نخب سورية من أكاديميين ومثقفين وإعلاميين، وتم مصادرة الصوت السوري الحر. ما سر قوتكم وأنتم تبحثون عن تشكيل هذا الصوت السوري الحر؟ وكيف لكم القفز على كل الاحتلالات الموجودة على الأرض السورية للبحث عن الأطر الديمقراطية لإنقاذ ما تبقى من سوريا؟ تفضل دكتور صلاح. من قدم هذا السؤال؟ الأستاذ خليل كادار. هلا أستاذ خليل، أشكرك أستاذ خليل. عندما أجتمع معك أنا وأنت وأستاذ ماجد وأستاذ سليمان وأستاذ الحسيني، سنكون نحن أقوياء لاستعادة قرارنا يا سيدي، ونستطيع إخراج هذه الجيوش. هذه الجيوش ليست سوريا، ستخرج غصبا عنها. إذا لم تريد الخروج عن طريق الطرق الدبلوماسية ستخرج غصبا عنها، لأننا نحن سوريين، سنعيد استقلالنا وسنعيد سيادتنا على الأرض السورية.
تاريخ سوريا يا سيدي عظيم، يعني لا عندما جاء المستعمر قسم. انا اقصد سوريا سايكس بيكو، يعني من زمن التقسيم من سوريا الحديثه. ها و يعني كنا دائما متفقين وكنا متحدين يا اخي. فلذلك نحن سنستطيع دحض العدو واخراج الجيوش كلها. وانا متاكد استاذ خليل عندما تمد يدك لي وامد يدي لك سنستطيع اخراجهم، اما عن طريق الطرق الدبلوماسيه، وان لم يخرجوا سنكون قادرين على اخراجهم اكراها وغصب عنا الخروج من الارض السوريه. دكتور، سنعود الى الاستاذ ماجد. استاذ ماجد قرر، انت رئيس المكتب السياسي للمجلس الوطني السوري بالمنطقه الشرقيه، ولك لقاءات سياسيه عديده مع مختلف قواها الفعاله، وخاصة مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. برأيك هل سيلقى مؤتمركم دعما شعبيا وسياسيا من مكونات المنطقة وخاصة الإدارة الذاتية؟ نحن نعرف أنه يعني كان في لك صور وأنت ملتقي مع مسؤول العلاقات في الإدارة الذاتية، يعني المهيمنة على إقليم كردستان السوري أو ما يسمونه بشمال شرق سوريا. تحياتي لك أستاذ. أولا نحن عندنا لقاءات مع كل السوريين، ونحن ما هي عندنا فيتو اللقاء مع أي طرف كان. نعم، كان عندنا لقاءات مع مسؤولين العلاقات العامة في قسد، وتم وضع نقاط كثيرة أمامهم لدراستها والرد علينا، لأجل أن يكون في حوار فيما يخص شرق القرآن. بالنسبة لنا احنا ما عندنا مشكلة نهائيا. وهذا المؤتمر الوحيد اللي أرسل رسالة لجميع السوريين: دعونا نعمل لأجل سوريا، وطن لكل السوريين، وطن للعرب، وطن للكرد، وطن للقوميات الأخرى، وطن لكل الطوائف. هذا المؤتمر الوحيد اللي توجس الجميع منه وكان قلق منه، وأنا أخص فيهم من غير وطنيين هم اللي كانوا قلقين جدا. ولكن الوطنيين يتابعوا وينظروا إلى ما حصل في جنيف. اللي حصل في جنيف مثل ما تفضل الدكتور، متى ما نجح السوريين أن يجلسوا مع بعض بقناعاتهم الشخصية خارج أجندة خارجية أو مظلة دولية تجمعهم، اجتمعوا السوريين بتوافق لإطلاق هذا المشروع. هذا المشروع انطلق. المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار نجح بكل ما تعنيه الكلمة نجح. بدأ الخطوة الأولى. الآن ضمن البيت الداخلي للمؤتمر الوطني في هناك عدة تصورات لمن هم عقدوا هذا المؤتمر لوضع آلية قادرة على السير قدما وأمور سياسية كثيرة جدا. يعني الخلاف في وجهات النظر أو اختلافنا مع بعض الناس اللي موجودين في المؤتمر هي على أمور إدارية معينة أو شكلية معينة. أكيد لم نحضر المؤتمر ونحن لا نقبل شخصيات شاركتنا المؤتمر. من حضر معنا هو شريكنا، من حضر معنا هو مؤمن في هذا المؤتمر، حتى من يخالفنا بالرأي هو معنا لشريك المؤتمر. ونعتبر حضوره للمؤتمر خطوة جريئة جدا، ونعتبر أنه من الوطنيين اللي حريصين، اللي حضر إلى جنيف وشارك. اختلافنا بوجهة النظر حالة إيجابية صحية مثل ما تفضل الدكتور صلاح. السوريين اختلفوا كثيرا، ولكن نحن اختلفنا على وضع آليات للسير بالشكل الصحيح، ولم نختلف كما اختلف الآخرين على التبعية لأجندات الدول. نحن لن نتبع أجندات ولن نتبع أجندات. سوف نفرض على أجندات الدول ما يريده السوريين إن استطعنا طبعا، وسوف نحاول ما أتانا الله من قوة. أستاذ ماجد، أنت قد ذكرت يعني بالمجلس الوطني السوري مسؤول المكتب السياسي بالمنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية أو والشمال الشرقي عامة يصد عليه الإدارة الذاتية. هل مؤتمركم لاقى دعما
وقبولا من الإدارة ومكونات المنطقة من قوى سياسية بالمنطقة، إن كانت عربية، أشورية، مسيحية، سريانية أو كردية؟ استاذ سليمان، اول شيء احنا ما نعول على قبول الاخرين، احنا نعمل وفق مبدا مؤمنين فيه، ما هو اساس الحل. حتى القوى اللي موجوده، الاداره الذاتيه والقوى الاخرى، احنا نبعث لهم رسائل. سوريا كما نريدها للجميع، وشعار الاداره الذاتيه سوريا لكل اهلها، وشعارهم سوريا يعني ما زال، ولكن عندنا تحفظات على بعض الامور الموجوده، احنا ناقشناها معهم بشكل مباشر، ما في مشكله. والاداره الذاتيه لم تكون خارج مشروع سوري. لما يتفق السوريين على مشروع سوري، اكيد الاداره الذاتيه لن تكون خارج مشروع سوري، هذا اكيد. وانا اخص ليس الاداره الذاتيه والمجلس الوطني الكردي لن يكون خارج مشروع سوري. المجلس الوطني الكردي شارك في الائتلاف والنتائج. وهنا يحضرني سؤال خاص لك انت. ما رايكم كمؤتمر جنيف بمؤتمر المجلس الوطني، المؤتمر الوطني السوري لاستعاده قرار السياده، مع علاقتكم بالائتلاف السوري؟ الائتلاف نعرف انه هناك قوه بالائتلاف، قوه سياسيه وعسكريه، هو منصه تركيه اردوغانيه تدعم القوى الارهابيه، واردوغان زعيم الارهاب بالمنطقه، يعني معروفه، يعني انه كان هو الاب الروحي لداعش. هلا استاذ سليمان، الائتلاف هو ممثل السوريين كمؤسسه. ان كان الاشخاص اللي موجودين في الائتلاف هم مرهونين لاجندات، هم يمثلون انفسهم. اما الحاله السوريه بشكل عام، احنا لو كنا راضين على اداء الاشخاص اللي موجودين ضمن مؤسسه تمثل المعارضه السوريه بالشكل الصحيح، لما عقدنا هذا المؤتمر، كان اكتفينا عن اللي يمثل. معروفه، يعني معروفه. قصدي استاذ ماجد انه قوى الائتلاف اللي موجودين تحت الائتلاف اذا دخلوا باي اطار لابد ان يفسدوه لصالح الاردوغان التركي. لا، هلا استاذ سليمان، اول شيء يوجد في سوريا مصالح لجميع الدول الاقليميه اللي موجوده الان، يوجد مصالح حقيقيه لهذه الدول. اذا هاي الدول وجدت ادوات سهله ورخيصه، هي راح تستخدمها مصلحه الدول. والائتلاف احد ادوات اردوغان. الائتلاف جزء كبير منه يعني للاسف لم يكن اداؤه بالشكل الصحيح، ولم يحاول اضفاء شخصيه قويه للمعارضه السوريه، ولم يحاول ولم يضف جديد. الائتلاف وما نتج عن الائتلاف، الشخصيات اللي موجوده. هل ستأمنون جانبهم انه ما يحاربوكم، ما يحاربوا طموحكم، اعمالكم، وانتم في الخطوه السليمه؟ لا والله، احنا هم بدأوا بمحاربتنا قبل عقد المؤتمر، ولكن احنا ايماننا القوي وايماننا بالمبدأ اللي مشينا عليه والاوراق اللي كتبت. سؤالي الاخير استاذ ماجد بهالموضوع، بهالمحور، في السيده منيرفا، يعني عم بيسالنا اسره السيده منيرفا الباروكي نافست اللواء المنسحب، شو القصه يعني السيده منيرفا؟ لم تنافس السيده اللواء في اي شيء، ولم يحصل هذا. كل ما يحصل هو من تسريبات مثل ما ذكرت، من يحاولون ايصال اشياء زي هذا. لم يتنافس المياه العكر. ضمن بيت المؤتمر الوطني السوري، الجميع متفقين، مختلفين بوجهات النظر على شيء معين. السيد اللواء والدكتور صلاح والي والمجموعه اللي كانت معهم باللجنه التحضيريه. منيرفا مين؟ منيرفا الباروكي، يعني انا شخصيا اول مره اسمع. هل لها تاثير انه نافست اللواء المنسحب؟ لا، ما نافست اللواء. اولا شخصيه موجوده وهي لن تنافس اللواء في يوم من الايام. السيد اللواء لم يترشح على مكان ما ونافسه احد. السيد اللواء كان احد الاشخاص اللي حاول جاهدا جمع كثير من السوريين بهذا المؤتمر، وحتى في الانتخابات السيد اللواء رفض أن يرشح نفسه حتى للانتخابات، وإصرار
إصرار ما يقارب 80% من الحضور في زميلنا عم بيوجه لك عبد الخان تلداري، هو بالكنترول، بيسألك سؤال: أستاذ ماجد، لماذا لا تعترف بأن الائتلاف فاشل وأنه مرتزق لا يملك القرار؟ يعني ما تعترف بعلنية. هلا الائتلاف كمؤسسة مؤسسة سورية، ولكن الأشخاص اللي موجودين في الائتلاف هم أكثر من مرتزقة. هم أكثر من مرتزقة ومأجورين وينفذوا ما يؤمرون فيه، ولكن المؤسسة هي شكلت السوريين حتى لا يتم إفشالها. احنا علينا العمل لاستبدالها. اسم سوري وعمل تركي. نعم، هي للأسف الأدوات كانت سهلة. دكتور صلاح، أنت شخصية كردية، وغالبية الكردي يطالبون بسوريا ديمقراطية تعددية علمانية فيدرالية، ومؤتمركم ركز على لا مركزية الدولة القادمة. ما أوجه التشابه والاختلاف بينهما، اللامركزية التي أنتم تطالبون بها والفيدرالية التي القوى السياسية بما فيه المجلس الوطني الكردي يطالب بها؟ سيدي الكريم، المفهوم الفيدرالية أظن الكثير من الأخوان في سوريا لا يفهموا أو لم يدرسوا ما هي الفيدرالية. الفيدرالية بلا شك قوة، ونحن في ألمانيا نشكل الفيدرالية، وأنا عضو في هذه الفيدرالية، يعني في شمال ألمانيا في البرلمانات المختلفة. فهي قوة وهي سياسة، هي مجموعة من المؤسسات السياسية التي تتحد لعمل ما في لوجود بيئة جغرافية وديموغرافية لتنفيذ العمل المشترك. فلذلك الفيدرالية في سوريا صعبة المنال من وجهة نظري أنا كسوري كردي. كذلك أنا أجد اللامركزية الإدارية والثقافية والاقتصادية هي الحل، وهي نوع من أنواع الفيدرالية في مسمى يختصرها أستاذ ماجد القرب: الفيدرالية السياسية أنه الشيء يشمل الإدارية والثقافية. لا، ما هي سياسية، عفوا، لا أبدا سيدي، أبدا. نحن سوريين، الهوية نحمل الهوية السورية جميعنا، وتاريخنا الكردي عريق سيدي الكريم في سوريا. نحن هناك الكرد كانوا في قيادة الفترة التاريخية في زمن من هنانو في أول ثوراته إلى 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 آخر رئيس جمهورية شكري قوتلي من الأكراد، من يوسف العظمي اللي وقف أمام الفرنسيين إلى محمد العابد، وعدا عن الكثير من الرؤساء الوزراء اليوسف والبرازي والكثير يعني حتى الكثير لا يعلموا بأن خالد العظم وزير رئيس وزراء سوريا هو كردي. كثير لا يعلموا بأن مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي صلاح البيطار من جذور كردية يا أخي. فلذلك نحن أولاد هذا الوطن، نحن هويتنا، صنعنا تاريخ هذا الوطن السوري. نحن جميعا كرد وعرب وآشوريين وتركمان وأرمن، جميعنا شاركنا في قيام هذه نعم دكتور، اسمح لي هنا بسؤال. دكتور، نعم أنا معك بكل شيء، ولكن لنفرض إذا رفضت كل القوى العربية كما الآن القوى الرئيسية، الائتلاف وهيئة التنسيق ومنصات موسكو وكلهم يتمسكون باسم الجمهورية العربية السورية، إذا رفضوا وإذا صار ظروف للكرد أن يعلنوا دولتهم، هل على الكرد السوريين أن يكونوا عائقا يرفضوا الاستقلال مثلا؟ سيدي، أنا متأكد بأن السوري الآن يبحث عن حل لكل السوريين، السوري العربي والسوري الكردي والسوري الآشوري والسوري التركماني، جميعنا نبحث عن حل سيدي الكريم. وأظن في الحل الذي قدمناه ضمن أوراق المؤتمر في اللامركزية الإدارية والثقافية والاقتصادية. ماذا تعني هذه الأوراق؟ يعني مثلا أنا في الحسكة محافظة أنتخب محافظي من الحسكة ولا يعين من دمشق. قائد الجيش
يعين من الحسكة، من أولاد الحسكة، الكردي والآشوري والعربي لهم حق في عمل المتاحف، في عمل الأندية الثقافية، في عمل الأندية السياسية، حتى السياسية في غير الانفصالية. أعود وأكرر، غير الانفصالية. في وطن لا يوجد هناك انفصال. ولذلك يعني وكذلك هناك تعليم اللغات. إذا كان هناك أكثر من 7% من عدد السكان من قومية أخرى ستدرس. تصور أنت أن في سوريا اللغة الآرامية لا زالت إلى الآن تتوارثها أجيال إلى أجيال إلى أجيال في مناطق معلولة، لا تدرس في المدارس يا أخي. هذه الثروة الوطنية الموجودة لم نعتبرها ولم نهتم فيها. هناك كثير من اللغات، الآشورية، السريانية، الآرامية، الكردية، الشركسية إلى آخره. يا أخي هذا لون جميل من الثقافات ستكون في سوريا الجديدة. بعد ذلك عندما يكون هناك في كل محافظة اللامركزية الاقتصادية كذلك، وهذا يعني بأن من الدخل الوطني لكل محافظة يبقى 30% من دخله لتطوير المحافظة، من عمل مثلا في المنطقة الشرقية، المنطقة الحسكة فيها بترول وفيها زراعة. يا أخي يجب أن تكون هناك جامعات لتدريس البتروكيميائيات، لتدريس البترول، لتدريس، وجامعات للزراعة ولتطوير الزراعة، لتطوير أعمال الصناعة الزراعية وإلى آخره. يمكن من هذه 30% من الدخل الوطني أن تعمل شوارع، البنية التحتية، تطور الإنترنت، التواصل، المواصلات، تطور عمل. فهذا سيكون كل محافظة تتنافس مع المحافظة الأخرى في عمل أفضل لها. في أستاذ خليل عبد الله الهركي عم يسألك، بيقول أشدت بدور الكرد في تاريخ سوريا، هل كان حرمانهم من الهوية وحق المواطنة هو الثمن؟ يا سيدي هذه يعني احنا علينا ان نميز بين الحكومات والشعب. يا اخي الشعب السوري كله متساوي، كله ظلم يا اخي. الشعب السوري عربي وكردي وعلوي كله ظلم يا اخي، من زمن عبد الناصر الى زمن حزب البعث. يا اخي جميعا ظلمنا نحن، وعلينا ان نفرق بين الحاكم كمنظومة سياسية استبدادية وبين جاري السوري، سواء كان تركماني ولا عربي ولا آشوري. يا أخي خلينا نعود إلى لحمتنا القديمة اللي كنا عايشين جميعنا كسوريين. عندما انتخب محمد العابد كان كثير من السوريين العرب. لما ينتخب محمد العابد؟ لأنه لم يكن هناك تفرقة بين العربي والكردي والآشوري والمسيحي. عندما جاء المرحوم رحمة الله عليه رئيس الوزراء السوري في الأمم المتحدة، فارس الخوري. عندما جاءوا الفرنسيين قالوا له يا فارس بيك بدنا نعطيك نحن دولة مسيحية. نزل للجامع الأموي قال له من هذا الجامع أنا بقول أشهد أن لا إله، نحن سوريين. يا أخي ما لم يكن هناك فرق بين المسيحي والمسني، لم يكن فرق بين العربي وكردي. جميع الشخصيات الكردية كانت مرموقة وأنشأت الهوية السورية. يا أخي الأكراد، ليش بدك تخلي الأكراد في منطقة معزولة يا أخي كمخاتير؟ أنا بدي أن يكون رئيس الجمهورية القادم في سوريا هو كردي، وله الحق أن يكون رئيس الجمهورية السورية في المستقبل. أما في موضوع التسميات يا أخي، سيكون هناك دستور، سنعمل جميعا لتحقيق الدستور ولإنشاء العلم السوري. في حال رفض الآخر، عدم قبول الآخر بما تقوله رفض الآخر لما تقوله وتنشده، شو الحل أمام الكرد؟ مد اليد إلى الآخرين، مد اليد إلى الجميع. نحن تاريخنا عريق يا سيدي، وتاريخنا مشرف في سوريا، وصنعنا السياسة السورية والتاريخ السوري بناء من هنانو إلى يوسف العظمي إلى نحن لسنا نكرة، نحن الأصليين في هذا الوطن، ونشارك الجميع عربا وكردا واشوريين ومسيحيين، جميعا نحن ابناء هذا الوطن، وعلينا ان نعود الى هويتنا السوريه ونعتز بانتماءاتنا القوميه، نعتز ولكن لن نكون متطرفين وشوفينيين. اكيد. سنعود اليك دكتور استاذ ماجد. سؤالي ما قبل الاخير لك،
أنتم من الشخصيات العربية القليلة في سوريا دعمت الاستفتاء في إقليم كردستان العراق، وتعتبر الأخ الرئيس مسعود بارزاني بأحد، أو تصف الرئيس مسعود بارزاني بأحد القادة الكبار بالشرق الأوسط، وهو ما جعلك محبوبا لدى الكردي، ولكن ألم يسبب لك ذلك نفورا لدى العرب؟ تفضل أستاذ ماجد. الصوت أستاذ ماجد. تحياتي لك أستاذ وللجميع. أول شيء رأيي مبدئي ما يسبب لي إحراج عند أي طرف، وحتى لو كان في نفور من الأطراف الأخرى أنا سوف أتحمل ما أقتنع فيه قناعاتي هاي. أنا أعتبر السيد مسعود البرزاني أحد رموز الكرد، أو رموز ثورة كردية حققت حالة ديمقراطية إلى حد ما، وهي سائرة ضمن الوطن اللي هي موجودة فيه بحالة عقلانية. الاستفتاء هو حق كل الشعوب وحالة قانونية. يعني بالنسبة للاستفتاء، أنا في يوم الاستفتاء كنت في إقليم كردستان، كنت زائر لإقليم لأربيل، وكنت ترانزيت عابر، يعني بقيت 5 أيام وفيما بعد سافرت. أنا أعتبر أنه القومية الكردية في ظل الحالة السياسية ظلمت، ولكن كما تفضل الدكتور صلاح في الدولة السورية الجديدة، سوريا للكرد، سوريا للعرب، سوريا للتركمان، سوريا للشيشان، سوريا للسوري. متى ما وضع عقد اجتماعي يضمن حقوق الجميع، كما يطالب الدكتور صلاح أن يكون الكردي رئيسا لسوريا، أنا أطالب أن يكون التركماني والمسيحي والآشوري ومن عنده الكفاءة والقدرة أن يكون رئيسا لسوريا. سوريا بلدنا جميعا، يجب أن نضع مشروع يجعلنا مطمئنين للدولة السورية. الدولة السورية القادمة إذا اتحد السوريين الشرفاء في ظل ما هو موجود من أجندات سياسية لدول كبيرة جدا وفاعلة، ودول إقليمية ممكن لا تريد أن ترانا نموت، ولكن لم تمنع الموت عنا. أنا أقولها بصراحة، من يعطيك الرصاصة أكيد لن يكون حريص عليك. هذا الكلام اللي حضرتك تفضل به. سوريا القادمة سوريا لكل السوريين، ولكن أنا بما يخص أهلنا الكرد ناظروا كثيرا ناظروا، وهذا النضال موجود ومشهود الآن في إقليم كردستان في نموذج ديمقراطي ضمن الدولة العراقية، وقوي ومؤثر بالخارطة السياسية على الدولة العراقية. لماذا لا يكون هذا موجود في سوريا؟ لماذا لا يكون النخبة الكردية السياسية باختلاف توصيفاتهم وتسمياتهم رقم صعب في الخارطة القادمة السياسية في سوريا؟ لماذا لا يكون جزء من السوريين الوطنيين لتأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق الجميع؟ أنا أوجه رسالة لكل الكرد، يعني البيت الكردي لكل الكرد، وليس للبيدة وليس للمجلس الوطني وليس للمستقل. عليهم أن يتحكموا إلى لغة العقل ويوحدوا جهودهم ضمن البيت الكردي. البيت الكردي نموذج جميل جدا لا يستغني عنه السوريين. في شاعرة ميديا شيخي لها تعليق تقول: رئيس جمهورية كردي، العفو سوريا للجميع كي نصل لأجندات من حقوقنا رغم تاريخنا العريق. تحياتي للدكتور صلاح، وتحية للكل من قبل ميديا شيخي، وكل المعلقين تقريبا يحييكم. طبعا أستاذ ماجد، أنت شخصية فعلا قلت لك محبوب لدى الكرد، وأركز أكرر أنه نتمنى هذه المواقف أن لا يجعلك منفورا لدى العرب،
وخاصة لمن يملك الفكر العنصري الشوفي؟ لا أستاذ سليمان، قبل أن تنتقل من السؤال، أول شيء في عندنا مبدأ حقيقي جدا. أنا بالنسبة لي أنا عربي كردي مسيحي آشوري، أنا سوري. لهذا السبب لن أتأثر وأنا كنت دائما في طروحاتي معتدلة. أنا أشخص الحالة، أنا التقيت مع قسد أنا مختلف معهم ولكن ليس عدو، أنا مختلف، فرق باختلافي معهم وعدائي لهم. هلا يوجد عند قسد أشخاص سيئين مجرمين، أشخاص لا يمثلوا الكرد في سوريا، ويوجد عند المجلس الوطني كذلك، ويوجد عند العرب كذلك. استاذ ماجد، شو رايك في كلام خليل عبد الله الهركي؟ طبعا استاذ خليل يسالك انه الكردي لم ولن يكون شريك معترف به. شوف، معترف به في اي دوله يعيش فيها، والحل هو كيان كردي مستقل بهم. شو رايك؟ هلا انا راح احكي لك شغله واحده استاذ سليمان. اول شيء انا شخصيا متى ما رفع علم يمثل كردستان بكل جغرافيته اللي معتقدين بها الكرد، انا اول من يضع يده على راسه تحيه لهذا العلم بفخر واعتزاز. ونحن نضع يدنا تحيه لهذا الموقف النبيل. استاذ ماجد قرو، شكرا جزيلا. دكتور صلاح، سؤالي ما قبل الاخير، هناك في سؤال طبي بعدين سنسالك، يعني سياسيا سؤال الاخير. استاذ ماجد، انت سوريا الان تعيش وانت طبيب حاله كورونا سياسيه ومرضيه، فهل مؤتمركم يعتبر اللقاح الناجح، يعني لقاح فايزر ام لقاح صيني؟ يعني دكتور تفضل. لا، نحن مو لا فايزر ولا الصيني، نحن بيونتك يا سيدي. ومن اخرج اللقاح هو شركه بيونتك، هي المانيه ولكن شركه صغيره بالواقع، لترويجها في العالم تعاقدت مع فايزر وانتشر هذا اللقاح في العالم. وهو كمان بالمناسبة هنا كمان يقول هو طبيب كردي اللي عمل لقاح، يعني أنا سمعت هيك، قرأت هيك. صحيح كردي من تركيا يا سيدي. يا سيدي، يعني الأكراد نحن يا سيدي خلينا نجي نعود إلى هويتنا. يعني طبعا شرف لنا أن نكون كردي وعربي وأشوري، ولكن أن نكون سوريين يا أخي، نعود إلى سوريتنا نحن أولا، خلينا بعدين نجي نحل المشاكل الثانية بيناتنا، بيني وبين جاري. دكتور، يعني مؤتمركم هل سيكون فعلا لقاح؟ والله أظن هو لقاح، هو البداية سيدي، هو البداية. الآن استطاعوا السوريين أن يجتمعوا معا، وهذا قرار، هذا استطعنا أن ننفذ هدف المؤتمر استعادة القرار، واستعدنا قرارنا باجتماعنا مع بعض في جنيف، وسيكون هناك اجتماع ثاني، وسيكون مؤتمر ثاني وثالث أعلمكم. يعني الاختلاف الذي حدث لم يكن هناك اختلاف في المبادئ وفي القرارات. ونتمنى أن تكون طيف تي في مدعوة لتغطية. نعم سيدي، نتمنى أن تكون قناة طيف تي في مدعوة لتغطية أخبار مؤتمركم. يا سيدي أنا سأدعوك في المؤتمر القادم، أول واحد أنت تدعو أستاذ سليمان. تسلم. لي الشرف أن تكون ضيفي. فلذلك أنا أعتبر هو البداية، هو حجر الأساس أستاذ سليمان. هذا المؤتمر هو حجر الأساس للانطلاق إلى المستقبل، لعمل مؤتمر ثاني وثالث، وقد يكون المؤتمر الثاني في سوريا على الأرض السورية. نعمل كسوريين جميعا نجتمع. للأسف لم نستطيع الآن بسبب جائحة كورونا الاجتماع الفيزيائي، ولكن استطعنا 90 شخص من السوريين الاجتماع، ومدينا يدنا لبعضنا وتباوسنا وتعانقنا، مع اختلاف الاختلاف الشخصي، ولم يكن هناك عقائدي، يعني لم يكن هناك اختلاف في أوراق المؤتمر بالواقع. جميعنا كانوا موافقين، ومن حضر إلى هذا المؤتمر كان موافق على هذه القرارات أو هذه المبادئ وهذه الأوراق. فلذلك لم يكن هناك اختلاف سياسي في الموضوع السياسي. هناك اختلاف، صار تجاوزات.
حدث تجاوزات ويحدث في كل مكان تجاوزات، وصار هنا هذه التجاوزات علينا أن نعمل على إزالتها. وبلا شك ذكر الأخي الأستاذ ماجد مشكورا بأنه السؤال هناك موجه من بعض الأشخاص، أظن السيدة مينيرفا، سبب انسحاب اللواء هو أكثر عدد حصل من الأصوات، وهذا تفويض للسيد اللواء بإدارة شؤون الأمانة العامة. يعني هذا شيء واضح عندما يحصل. مينيرفا حصلت على 20 صوت واللواء على 13 صوت. يا سيدي كلهم فيهم خير وبركة. يعني السيدة مينيرفا زميلتنا في اللجنة. الصوت دكتور في اللجنة التحضيرية، وكان الو مسموع صوتي سيدي؟ تمام هلا وضح تمام هلا قناعة. السيدة مينيرفا أذكر السيدة مينيرفا زميلتنا في اللجنة التحضيرية، وكانت نشيطة في عملها في تحضير الأوراق وجمع الأوراق، وكانت فاعلة في اللجنة التحضيرية. ولكن طبعا في هناك مثل ما بيقولوا الثقل السياسي والثقل الفكري. يعني في كل انسان له طاقاته، وكل انسان مشكور لطاقاته اللي قدمها في اللجنه التحضيريه، وكلهم كانوا بالواقع يعني طاقات كبيره قدمت. ولكن التفويض حدث الى السيد اللواء محمد الحاج علي عندما يحصل هذا الرجل على 124 صوت من المنتخبين، والآخرين الثاني أظن الأستاذ أبجر مالول وعبد الباسط حصلوا على 65 صوت. يعني فلذلك يعني في هذا تفويض. هذا بس للتوضيح أستاذ سليمان. هون يقول تيار القمح بزعامة جماعة هيثم مانع كان المسيطر على المؤتمر، وأغلب الضيوف كانوا من طرفهم. استاذ بلا شك، شوف العمل السياسي يتطلب قيام بعمل انتخابي وبالدعوه. الان انا عم نشتغل على عزمنا في المانيا، عم نشتغل على تجيش الشارع للانتخابات، لانتخاب اعضاء حزبنا وليس الاعضاء الاخرين. هذا عمل مشروع يعني. ولكن نحن دخلنا للمؤتمر ولم يكن هناك خلفيات لدعوة أشخاص للانتخاب. يعني وأنا لم أرشح نفسي، أظن المعروف للجميع أنه أنا لم أرشح نفسي للأمانة العامة، لأنه وجدت نفسي أنه أنا أكون فاعل عندما أكون خارج الأمانة العامة، أكون أكثر فاعلا للعمل للتواصل مع الدول. فلذلك كان يعني الانتخاب السيد محمد الحاج علي، اللواء محمد الحاج علي، وهو طبيب، هو دكتور مو طبيب، عفوا دكتور في العلوم السياسية، كان تفويضا له أن يقوم هو بعمل الأمانة العامة أو المنسق العام للأمانة العامة. هذا تفويض. أما أن يحدث هناك انتخابات جديدة فهذا خرق للعرف موجود حتى في الدول، حتى هون في الدول. يعني ما الأعلى صوت هو من يقرر كيف العمل أو المشي. فلذلك هناك بعض الخلافات التقنية أنا ذكرت، وأظن يمكن إصلاحها مع الوقت، ونحن لسنا أعداء. ذكر أخي أستاذ ماجد كلمة جميلة، قال إنه أخي أنا اجتمعت معهم لأنه هذول مو أعدائي مع البيدي، أنا في اختلاف بيني وبينهم، هذول بس مو أعدائي، يعني في اختلاف، ولذلك هناك كذلك اختلاف ولكن ليسوا أعداء. نحن سوريين وسنتفق، وجلسنا معا 3 سنوات وإلى الآن إني أصدقائي ونحن أصدقاء بعضنا. يعني ما دكتور، ولكن اللواء اسمه من ضمن 96 شخصية من المنسحبين. يعني اللواء هو بالواقع كان في عمل سريع، كان في ردة فعل بالواقع، هي كانت صارت ردة فعل، وهو عملية انشقاق أظن، سنعلمكم قريبا بالحل. يعني بإذن الله سيكون هناك حل لهذا الانشقاق. نأمل ذلك يا دكتور.
دكتور سنعود إليك بسؤالنا الأخير، سؤال طبي. نحن سياسيا خلصنا، سنعود إلى الأستاذ ماجد قارو إذا كان لديه كلمة للشعب السوري أو كان يتمنى أن نسأله سؤالا ولم نسأله، وسنعود إليك دكتور لنسألك سؤالا طبيا. اولا انا اعلق على ما قال الدكتور صلاح اخيرا. اول شيء في المؤتمر لا يوجد انسحابات، يوجد كثير من الاراء المتطابقه. ماجد في قائمة طالعة باسم 96 شخصية لقائمة لا، المنسحبين، مسمينهم قائمة المنسحبين. استاذ سليمان، يسموها كما يشاءون. المؤتمر واسمكم بينهم. لا، نعم انا من بينهم، ولكن انا شخصيا انا متكلم مع الدكتور صلاح، متكلم مع سياده اللواء انه نوضع اسس اليه للسير الى الامام. نحن بدانا الخطوه الاولى، لن ننسحب من عمل نحن مؤمنين فيه، هذا ليس انسحاب. اللي ذكرهم الدكتور صلاح في اختلاف في وجهات النظر واليه للعمل القادم، ولكن المشكله السيئه اللي احنا عانينا منها انه بعض اللقاءات اللي تكون لمناقشه الامور تكون مسربه. هذا المسرب مسيء جدا، ولكن احنا كسوريين لا نخشى ان يسرب ما نقوله، ولكن كان يفضل حتى يتبلور الراي بالشكل الصحيح. نحن جميعنا في المؤتمر الوطني السوري لاستعاده السياده والقرار لا يوجد احد منسحب، يوجد في خلاف على آلية العمل القادم سوف تحل، والأغلبية وأصحاب والنخب اللي موجودة ضمن هذا المؤتمر سوف توضع خارطة عمل سياسي جديد لهذا المؤتمر. المنسحبين كانت في غرفة للنقاشات، ولن يكون في قرار انسحاب جماعي. لن ننسحب، هذا المؤتمر يمثلنا جميعا، وهذا المؤتمر إنه وإذا كان في مثل ما حضرتك ذكرت ما يقارب 60 شخص، فهم 60 شخص اللي حضروا المؤتمر. يعني كيف ينسحبوا من المؤتمر؟ هم أعلنوا ليس منسحبين. والآن انسحب الدكتور من اللقاء، نتمنى أن يعود دكتور صلاح. والله الدكتور يمكن لأسباب معينة. وعلى فكرة الدكتور صلاح من أكثر الأشخاص المعتدلين، واللي يحاول قدر الإمكان أن نوصل للحلول الوسط ورسم خارطة سياسية بتمعن. وهذا الكلام ينطبق على سيادة اللواء. اللواء لم يرشح نفسه أمام منافس ويهزم، ولن يكون في منافسات أصلا بالنسبة للواء. اللواء حتى السيدة منيرفة تعتبر السيد اللواء حالة مهمة جدا. أنا تكلمت معها شخصيا ولا يوجد خلاف، وما هو موجود فيه انسحاب 7 أشخاص أستاذ ماجد، انسحاب 7 أشخاص. أي أشخاص؟ 7 أشخاص في يوم المؤتمر. طب تماما. أستاذ سليمان، هؤلاء الأشخاص أنا لا أقلل من شأنهم، ولكن كان في أوراق للمؤتمر، هم قرأوها وأتوا للمؤتمر. في منهم من اعترض على آلية التنظيم، وفي منهم من اعترض على حالات ممكن تناقش. يعني حتى الحالات اللي هم ذكروها حالات غير صحيحة، لأنه ما تم تكليفهم بصياغته لإيصاله إلى الأمانة العامة الجديدة. مرة أخرى بعودته. أنا آسف. تماما. والأشخاص السبعة اللي انسحبوا، أو بالأحرى هم 10 وليس 7 أو أكثر، هم من الهيئة للرقة، كانوا يمثلوا تيار سياسي معين من أبناء الرقة، ولكن يوجد من أبناء الرقة ممثلين في الأمانة العامة وفي المؤتمر، وكثير منهم في ما بعد انسحابهم كان في عنده وجهة نظر مختلفة. ولكن احنا حتى اللي انسحب نأمل انه العمل القادم للمؤتمر يرجع للمنسحبين وغير المنسحبين، ويكون
ويكون المؤتمر ممثل لكل السوريين، ويكون شكل سياسي لكل السوريين، وتكون النخب على رأس هذا العمل. وأنا لا أريد أطيل، أتمنى نأمل ذلك ويكون لقاءنا أصلا القادم، نأمل أن يكون في بس سوريا أستاذ سليمان، رسالتي، أنت قلت لي رسالتي لكل السوريين، رسالتي لكل السوريين: وطن واحد، شعب واحد، مصيرنا واحد، سوريا لكل السوريين، لأجل سوريا شكل توحد. الدولة أستاذ ماجد، شكل الدولة السورية كيف بآخر نص دقيقة، شكل الدولة السورية كيف اتفقتم؟ تكون ديمقراطية، علمانية، مدنية، فيدرالية، كيف؟ هلا ما يتفق عليه السوريين، احنا لن نتفق الا ما يرضي السوريين، وهذا شكله اصحاب الاختصاص شكل الدوله السوريه، واكيد لن تكون يعني هل ولن تكون دوله قوميه، لن تكون دوله قوميه، سوف تكون الدوله السوريه او الجمهوريه السوريه. تمام. نشكرك استاذ ماجد. نحن اسئلتنا السياسيه انتهى. سنسال سؤالين للدكتور صلاح، نستغل وجوده معنا كطبيب يعني هناك، وبالنهايه قيف تي في شاشه اعلاميه تريد ان تخدم اكبر قدر ممكن من ابناء شعبنا وخاصه المرضى. دكتور صلاح، انت طبيب اكاديمي غني عن التعريف، وخلال حديثي معك أنت عامل جراحة اختصاص بالأمراض الجراحية السرطانية، وأنا أحد الأشخاص الذين عملت 4 جراحات سرطانية استئصال مستقيم الشرج. أعطيتني بصيص أمل، وأنا أريد أن يستفيد كل مرضانا، كل أبناء شعبنا. راح كمان دكتور، نأمل أن يعود دكتور. سيكون إن شاء الله لقاء طبيا خاصا مع الدكتور استاذ ماجد. نشكرك جدا جدا باسم كل مشاهدي بيف تي في، باسم الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا، كما نشكر الدكتور صلاح وانلي، أنتم أعضاء مؤسسين للمؤتمر الوطني السوري. دكتور أهلا وسهلا مرة أخرى. دكتور أنا آسف، أنا كنت عم بشكركم. أنا كان دكتور سؤالي طبي، يعني كان في عندي سؤالين طبيات بدي أسألهم. أنت حاصل على جراحة بالأمراض، يعني اختصاص جراحة أمراض سرطانية، وأنا عامل 4 عمليات سرطانية لاستئصال مستقيم الشرج. أعطيتنا بصيص أمل. وهناك أنا أعرف في أربيل فقط يعني أكثر من 12 حالة من اللي أعرفهم من الكرد السوريين يعانون من نفس الحالة، كانوا حاطين كولوستومي، وأنت قلت في هناك بصيص أمل ممكن إعادة أو إغلاق هذا الكولوستومي. يعني هل تبشر مرضانا؟ هل سيدي اول شيء اهم شيء هو ان يكون العمل الجراحي قائم على ازاله وانهاء اي خلايا سرطانيه في الاطراف الامعاء. يعني عند استئصال هذا الورم يجب ان نستأصل الورم، وبعد الورم مسافات تسمى المسافات الامان من الطرفين. فالموضوع الامعاء يمكن اعادته اذا كان القسم النهائي بين السفنكتر الشرجي والطرف دكتور كان شوف الحالة، أنا حالتي كانت 5 ميلي بأول عملية جراحية، 5 ميلي بجنب مستقيم الشرج تحديدا أزالوه، وأنا عاد مرتين يعني. والآن مشكلة، أنا عم بسألك في مشكلة الكولوستومي، بتعرف مشكلة نفسية يعني آلام، وأيضا مشكلة مادية يعني كولوستومي كل كيس بدك تبدله يوميا هون في أربيل $6، يعني كارثة إذا كل يوم يوم لا نبدله يعني. صحيح سيدي. هو كل حالة أستاذ سليمان، كل حالة تدرس بحالته. يعني إذا أرسلت لي الأوراق في نحن بنساوي كل لما بقوم أنا بعملية. أنا أقصد عامة الحالة، هل هناك أمل أنه في إغلاق هذه الحالة، هذا يعني تخفيف؟ أنتم في أوروبا، يعني هناك من يقول بشعبنا أنه هون في أربيل في سوريا أنه إذا بأوروبا في هناك عمليات تجري. سيدي نحن استاذ سليمان لكل العمليات اللي سويناها هي استئصال سرطانات سواء كانت في المستقيم او في الامعاء، اعدنا الانوسبريتا يعني الستوما، اعدناها سكرناها واعدناها، الا اذا كان هناك القسم الباقي بين السفنكتر اللي هو صمام الشرجي والامعاء المستقيم اقل من 6 سنتيمتر،
فالوضع صعب جدا بسبب الاناتوميه الموجوده في هذا المكان. ولذلك انا يعني مثل ما انتم عندكم في الاستوديو كل حاله تدرسوها كيف بدكم تدخلوا على الموضوع، انه نحن كمان كاطباء كل حاله طبيه هي عباره عن دراسه معركه، كيف انا بدي ادخل لهذا الشيء، كيف بدي استطيع اجي اسوي. فلذلك انا بشوف اذا بتبعثوا لي الاوراق، وخاصه العمليه الجراحيه يعني نحن بكل عمليه بننقلها، بنقول وين قطعنا، وين سوينا، وين وصلنا. فاذا كان هذا موجود في خاصه اذا كان موجود في الانجليزي او في العربي صعب، لانه ما درس في العربي. فبوعدك انه ادرس الحاله وابعث لي عده حالات، بقول لك شو بنقدر نحن نتمنى انه وزاره الصحه في اقليم كردستان او المؤسسات المشافي الصحيه تدعوك وكل الجراحين الماهرين. بلدي هذا بلدي يا سيدي. تجي لأربين اجراء عمليات جراحيه لك ولكل الاطباء المميزين من الاختصاصات الاخرى كمان. اتشرف بك سيدي. نشكر وجودك معنا دكتور. بسؤالي الطبي الاخير، كورونا دلتا، يعني هناك من يقول انه اصلا فيروس مصطنع، فيروس حرب بيولوجيه يعني، وكانت بكوفيد 19 الان دلتا، وكنا بلقاح واحد صار لقاحين، الان 3 لقاحات، ويمكن بصيروا 4 و5، يعني عمليه تجاريه، عمليه مؤامره، رغم انه انا لا اؤمن بنظريه المؤامره. دكتور متى هل قريبا سننتهي من كورونا؟ استاذ سليمان، فيروس الكورونا هو فيروس متحور، يعني يغير، مقاوم هذا الفيروس، مقاوم ويغير نفسه. فلذلك نحن اخرجنا نوعين من اللقاح. اللقاح اسمه فيكتوريا، اللي هو اخذنا الفيروس واضعفناه وقدمناه لهذا المريض لعمل مضادات انتي بودي يعني في الجسم. اما الثاني فاخذنا من ممبران الفيروس المعلومات الجينيه ووضعناها في ادراج وقدمناها للمريض لعمل مواد مضادات ضد هذه. فالموضوع حتى الدلتا في فاكسينا في اللقاح البيونتيك او فايزر هو يمكن علاجه، ويمكن لانه هذا الدرج هذا بناخذه بنحطه رد ونلقح. الكورونا هو خروج الكورونا بلا شك في هناك كثير من الاسئله عليه. هو خرج من مدينه يوهان الصينيه، وهناك بعض ولكن المختبرات الامريكيه يعني حرب بيولوجيه من حروب الرأسمالية العالمية. هو في يوهان كانت مركز تجارب هناك في يوهان، وقد يكون أنا لا أملك الثوابت، قد يكون هناك كانت تجارب على فيروس كورونا لعمل بيولوجي، إما حربي أو لأشياء إنسانية، ما بعرف أنا. يعني الصينيين لم يكونوا شفافين إلى الآن في هذا الشيء، يعني رغم أنه هذا الوباء قتل ما يزيد عن 3 ملايين شخص في العالم، والمصابين في مئات الملايين، والى الان الحكومه الصينيه ليست شفافه في هذا الوباء. خرج من هناك وعتم عنه، وبعد انتشاره اعلن عنه في مدينه يوهان، والان عاد الى الصين من جديد. يعني هل قريبا سننتهي من كورونا دكتور؟ قريبا انا متاكد انه بعد اللقاح الثالث سيكون هناك لقاح سنوي فقط، اعتقد. نشكرك دكتور على وجودك معنا، دكتور صلاح واني. شكرا لإتاحتي الفرصة والسياسية السورية المعروفة. نورتنا دكتور صلاح واني مرة أخرى. شكرا سيدي. كذلك جزيل الشكر لأخي وصديقي العزيز الأستاذ ماجد قرو على حضورك معنا، ونأمل أن نلتقي قريبا ومرة أخرى في سوريا حرة ديمقراطية، سوريا التي ننشرها جميعا. نورتنا أستاذ ماجد مرة أخرى. شكرا لكم جميعا، وانا اشرف وجودي معكم. جزيل الشكر لكم مشاهدين. شكرا استاذ سليمان على هذه الفرصه لي في قناه كرديه اهلي وبلدي كذلك. تسلم، نتشرف بكم جميعا دكتور. واشكر استاذ ماجد كذلك. انا والله خفت الاثنين كروا علي، انا لحالي له مشكله، طلعتوا انتوا لا ما تكروا علي. طبعا معك.
تنورونا. الآن الصوت مش واضح. نشكركم على وجودكم مرة أخرى. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نشكر ضيوفنا، وانتظرونا في الخميس القادم حلقة جديدة وعنوان جديد وضيوف جدد، إلى أن نلتقي في سوريا الحرة الديمقراطية سوريا التي ننشدها جميعا. دمتم في رعاية الله.